نعود إلى مصر، جارة ليبيا. معنا من هناك محمود، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. حيا الله مفتي حيا الله مفتي المملكة العربية السعودية. عندي 3 أسئلة فضيلة الشيخ. تفضل. السؤال الأول، هل يجوز لعن الشيطان؟ أما السؤال الثاني فضيلة الشيخ، هل المنية طاهر عندما كانت عائشة تمسح المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي؟ أما السؤال الثالث، ما رأيك بالشيخ عدنان العرعور الذي كان شابا جنسيا؟ طيب كنت حلو ممتاز جدا يا محمود، لين الأخير صرت حامض مرة. نعود إلى الأسئلة سمحت الشيخ. نعود إلى أسئلة محمود. قال: هل يجوز لعن الشيطان؟ الله جل وعلا قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي يوم الدين. وقال: ويتبعون إلى شيطان مريدا لعنه الله. فلا شك أن اللعنة، لكن تعبدنا بالتعوذ منه فهو أفضل. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فهو ملعون بلعنة الله له ولو لعن بشيء، لكن كون تعبدنا بالتعوذ من شره هو أولانا. جزاكم الله خير. سأل أجلكم الله عن المني، هل هو طاهر؟ نعم طاهر، والدليل على طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة كانت تحكه إن كان يابسا وتغسله كرطبا، مما يدل على أن اسم الجسم، وإنما هو رسول ما بالنظافة لأنه أصل خلق الإنسان. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. تقول على الجوال: أنا معلمة وعلي دين، هل يجوز لي أن آخذ قرضا من البنك لأسدد ديني بحيث يتم تسديد هذا القرض من راتب